بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. إن لله وإنا إليه راجعون. بلغنا ما حدث من زلزال شديد في بلاد المغرب الشقيق، وهذا الزلزال الذي كان فاجعة في بعض مناطق بلاد المغرب. والأصل في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنها أمة واحدة. قال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. بداية وأتقدم باسم الشخص ونيابة على الغيورين من أبناء هذه الأمة وعلى كل المسلمين بالتعازي الخالصة إلى ضحايا هذا الزلزال، والمردوم نحسبه من الشهداء بإذن الله سبحانه. غفر الله لهم جميعا ورحمهم وأدخلهم جناته. وأسأل الله سبحانه وتعالى للجرحى الشفاء العاجل، وأن يعودوا سالمين غانمين، وأن يتم إنقاذ ما يمكن إنقاذه إن شاء الله. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل السكينة والصبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. فأسأل الله سبحانه أن يفرغ الصبر على الأهالي الذين فقدوا أحبتهم وذراريهم وأهاليهم من رجال ونساء، من صغار وكبار. هذه مصيبة يجب على الأمة أن تتقاسمها مشاعريا، لأننا أولا وأخيرا نحن أمة واحدة. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إن افتخر الناس بقيس أو تميم. رحمة الله على موتى المسلمين، وعظم الله أجركم إخواننا في بلاد المغرب الشقيق. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وعظم الله أجركم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.